يا ولاد، انت فاكر انك صاين دلوقت؟ ده انتوا جيل الدليفري والاير فراير. أهو الولاد. تعال اقول لك رمضان لما كان بجد، لما كان المسهرات يا عم محمود الله يرحمه يدق الطبلة، الحيطان نفسها كانت بتصحى تقول وحد الدايم. مش زيكوا دلوقت، الواحد بيصحى على كيج النوتيفيكيشن من الموبايل. السحور يا حبيبي كان شغل يدوي. الفول ده كنا بننقيه حباية حباية وننقع من بالليل ونحط الكمون والليمون. ريحة الفول في البيت كانت بتخلي الجيران يتسحروا على الريحة. والطعمية كنا بنطحن الفول المدشوش مع الكزبرة والثوم لحد ما تبقى عجينة تتاكل نية. الواحد كان بياكل السحور من هنا ويحس إنه بلع موتور ديزل يسنده طول النهار. والصيام بقى، يا لما كان يجي في عز الصيف 16 ساعة صيام، الشمس كانت بتبوظ دماغنا بس كنا بنصبر. الصبر ده كان عندنا اوبشن إجباري. والستات في البيت دول كانوا كوماندوز. الواحدة من دول تقضي النهار كله قدام البوتوجاز، وتعبها ده كانت بتعتبره تكتيك عبادة عشان تفرح العيلة. وقبل المغرب بساعة الحي كله يقلب مهرجان روايح. ريحة التقلية مع عصير قمر الدين والحروب تخليك عايز تفطر على دومك من الحلاوة. أول ما المغرب يأذن نهجم على السفرة هجوم الصاعقة، وبعدها نقوم نصلي المغرب وننطلق على التراويح. المسجد كان بيتملي عن آخره، والشيخ صوته يخليك تعيط من الخشوع. وبعد الصلاة يبدأ الماتش التاني. نخرج نسلم على القرايب اللي مش بنشوفهم غير في رمضان، والضحك واللمة اللي ترد الروح. نرجع البيت بقى نلاقي المكافأة، صينية القطايف بالبسبوسة بتنادينا مع كوباية الشاي. رمضان زمان يا ابني كان نظام وبركة، مش أكل ونوم. إحنا كنا بنشحن روحانيات، انتوا دلوقت بتشحنوا باقات. قوم ياض بطل كسل وروح هات لنا لفة قمر الدين وتعالى نعيش البركة من تاني.